السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نسمي الله ونبتدي ان شاء الله مع بعض النهاردة يوم جديد. النهاردة عملت الغدا ايه؟ عملت كشري مصري. نسمي كده الله ونشوف عملناه ازاي النهاردة. انا اهو كنت حاطة الحمص ده، انا كنت نقعته من بالليل عشان ما ياخدش سوا ياما على النار، وحطيته الصبح سلقته، حطيت عليه شوية سكر صغيرين، ووطيت عليه النار وسبته ايه يستوي. وكنت مقطعه بصل. اول حاجه بعملها خالص خالص البصل، عشان اخد الزيت بتاع البصل بيخلي طعم الكشري كله بيبقى طعمه حلو. قطعته، وبعد كده رحت حاطه عليه شويه ملح وشويه بتاع ده دقيق صغيرين، يعني بدرته كده بس كده اللي هو ايه يطلع مقرمش. وحطيته بعد كده اتحمر، اخد لون حلو كده، اروح حطاه في بتاع ده في مصفى. مرضتش احطه في صينيه مش يعني مش مفتوحه كده زي المصفى، علشان لو اتحط في بعض هيطرى تاني، لكن كده هيتهوى ويبقى مقرمش لحد لما ايه اخلص الغدا كله. اخد الزيت بتاعه، هعمل بيه الصلصه، هعمل بيه الرز، هعمل بيها احط على المكرونه. بيبقى بيخلي البصل بيخلي طعم الزيت بتاع البصل بيخلي الكشري كله بيبقى طعمه حلو. بس جبت توم، جبت مع شوية زيت عليها، حطيت عليهم التوم وهحط عليهم خل. انا بعمل الصلصة بتاعت الكشري كده. معرفش بقى في حد بيحط بتاع ده اللهم صل على النبي بصل، لكن انا دي على طول انا بعمل دي الصلصه اللي انا بعملها للكشري على طول. واديها تقليبه كده، حطيت عليها كزبره ناشفه، وحطيت عليها مرقه دجاج، وحطيت عليها شطه، وحطيت عليها بتاع ده ملح، واديها كده، وحطيت برضو خل، وكنت عامله شفشقين طماطم وهنزل عليهم بيها، واسيبها تتسبك كده شويه. واعمل ايه وكنت حاطه على الحله على النار برضو، كنت حاطه الميه بتاعت اللي انا هسلق فيها المكرونه. عامله كيسين سباكيتي، وكيسين اللي هي الخواتم، عشان انا عايزه الكشري ده يكفيني ان شاء الله النهارده، وباذن الله نعيشنا وكلنا عمر على الدنيا بكره كمان. بس اعمل يعني الاكل يكفيني يومين. انتوا عارفين الحر وكده وقفه المطبخ، لا عملت ايه اللي ان شاء الله يكفيني النهارده وبكره. وهنا هعمل الرز. انا كان عندي شويه رز ابيض، فقلت انا عايزه الكشري بيبقى عايز الرز بتاع ده بشعريه، بيبقى طعمه احلى. رحت عملت شويه شعريه، كيس شعريه، وعملت نص كوبايه رز على الرز اللي عندي. اخر 5 دقايق اللي انا هشيل الرز من على النار، هحط الرز اللي كان عندي هوريهولكم دلوقتي. طبعا مفيش حاجه دلوقتي بتترمي، حرام. انا اي حاجه بتفضل يا احطها في التلاجة، يا احطها في اكياس كده، احطها في الفريزر. بس هسيبهم كده في الاخر، وهو شويه الزيت اللي اتبقوا بعد ما المكرونه طلعت هقلبهم فيها. بيخلي المكرونه كده مفرفره كده، وحتى لو قعدت ان شاء الله لبكره بتبقى مش ملزقه في بعض خالص. هقلبها بقى كده ايه. اول حاجه خلصت اهي المكرونه. وهنا هعمل الدقه اللي هي بالثوم والكمون، وبرده حطيت معلقه كزبره، وحطيت عليها شطه، وحطيت عليها شويه خل حلوين كده، اهي، واقلبها واخليها تغلي غلوتين كده وايه وهعملها. هنا كان خلاص الرز فاضل له 5 دقايق واشيله من على النار. رحت حاطه معايا الرز اللي كان عندي في التلاجة، واديله تقليبه برده ولسه متوطي عليه، واغطيه واسيبه. بس هنا هعمل الدقه اللي هي الشطه كلها، يعني احط عليها معلقتين، اخد شويه من الصلصه دي، احط عليها معلقتين كبار من الشطه، ومعلقه زيت. بس كده احط عليها، اديها تقليبه بس كده بسيطه، واحط عليها برده معلقه زيت. طبعا الكشري اكتر الناس بتحبه، احنا عن نفسنا بنحبه قوي، يعني ما يعني لو اتبقى لا اتاكل بكره، وان شاء الله لو اتبقى حاجه لبعد بكره عادي ناكلوها، بنحبه. بس هنا كان كل حاجه ايه خلصت، بس كان لسه بدري لان انا كنت مخلصه على العصر كده، الاكل كان كله خلص على العصر، وكان لسه بدري. احنا ممكن نتغدوا على المغرب كده. وهي المكرونه والبصل، وكنت برضو سلقه عدس بجبه، وغسله المواعين كلها. كميه المواعين انتوا عارفين ان ال- المواعين بتاعه الكشري بتبقى ياما، بس غسلتها علشان ما تبقاش بعد الغدا تبقى حاجات ياما.
هنا غرفت طبق كده وحطيت عليه، احط بقى عليه مكرونه، بعد كده احط عليه الرز، واحط عليه شويه صلصه، واحط بقى عليها العدس بجبه، واحط عليها ايه الحمص، واحط عليها البصل. كان طعمه حلو قوي والله، كنت قاعده باكل البصل كده، كان طعمه حلو قوي يعني. بس واحط برضو جنبه الصلصة وطبق من الدقة التاني، اللي عايز يزود صلصة اللي عايز يزود دقة، كل واحد بعمله. انا احنا بنعمل طبق كده، طبق لي انا وابو ادم والعيال، طبعا كل طبق اطباق صغيرة، لو عايزين تاني احط لهم، عشان ما ينفعش ان الكشري يعني يقعد يعني، لا بعمل على قدهم يتاكل واعمل لهم تاني. بس وهنا كنت ايه خلصت كده، وقلت ايه اغسل المواعين كده ايه بسرعه. انا كنت مخلصه، شايفين كوم المواعين اللي اتعملت اللي طلعت قبل الغدا، خلصتها كله كده وايه، وقلت اغسل بقى دول كده واشارك اليوم معاكم واكمل اليوم معاكم كله. فرحوني كده باللايك والكومنت حلو كده منكم. بس كده بقى بشارك اي حاجه بعملها، انا بشارك. هو بس ما فيش غير امبارح واول ما كنتش فاضيه والله خالص، كان عندي عزومه وما كنتش عارفه ان انا اصور بصراحه. بس النهارده قلت لازم اشارك يومي معاكم عشان تفرحوني كومنتاتكم الجميله. بس اشطب كده المطبخ بسرعه بعد الغدا على طول، يعني ما قعدتش، يعني دوبك شلت الترابيزه، رحت داخله على المطبخ على طول، قلت اشطب المواعين ايه بالمره. طبعا وانا واقفه اساسا وانا بعمل الاكل، اي حاجه كانت بتطلع من الحاجه اللي انا بعملها، المواعين واي حاجه، متفقين ان احنا بنغسلها على طول. طبعا انا كنت سبت المواعين دي مع مواعين قبل الغدا، كنتش هتعرفي تقفي الواحد بيتضايق من وقفه المطبخ لما يبقى مكركب، لكن لما تخلصي الحاجه كده اول باول تحس ان الحاجه سهله. بس ما خدوش في ايدي وقته. حتى البوتاجاز انا كنت غسلاه، يعني بعد الغدا انا يعني بعد ما خلصت الحاجه كلها انا كنت غسلاه. لما قعدت اتغدى كان البوتاجاز ايه، كانش عليه اي حاجه. بس وبعد ما خلصت كل ده انا كنت مفضيه بقى المكرونه والرز كل واحد في علبه، وايه واحطها في التلاجة، لان شاء الله باذن الله بكره يبقى ده غدانا ان شاء الله. ولو عملت اي حاجه ان شاء الله هصورها معاكم يعني. بس كده كده يكون شطبت المطبخ معاكم. مش هفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو منكم كده. بس اهو انا كنت شلت الحاجه كلها اهي في علب بعد ما بردت طبعا خالص، وتتشال وكل حاجه حطيتها في البيت كده. اقول لكم تصبحوا على خير.